سؤالي ليك، ليه الزمالك خسر النهارده مع انه ما كانش وحش خالص؟ هو ده اللي احنا جايين نتكلم عنه النهارده. الاهلي والزمالك والقمه ال 131، والف مبروك لكل الاهلاويه وهارد لك بجد جدا للزملكاويه. فتعالوا يلا بينا بقى نخش على الحلقه على طول. بس قبل ما نخش على الحلقه ما تنساش تدعم اخوك بالشير واللايك والسبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس يوصلك كل جديد، ويلا بينا. سؤالي زي ما قلت لك في الاول، ليه الزمالك خسر النهارده؟ ولكن قبل ما نتكلم ليه الزمالك خسر النهارده، تعالى نتكلم عن الماتش بصراحه. لان من فتره كبيره ما شفتش ماتش حلو للاهلي والزمالك، وما كنتش اتوقع نهائيا ان الاهلي والزمالك يعملوا ماتش حلو بصراحه. انت كنت تتوقع؟ قول لي تحت في الكومنتات، لان رايك طبعا مهم جدا بالنسبه لي. بدايه ولا احلى ولا اجمل للماتش النهارده بصراحه. الزمالك بدأ أول 10 دقايق مستحوذ ضاغط على الأهلي وخطر جدا، وشفنا طبعا الكرة بتاعت ناصر ماهر اللي في أول الدقايق اللي حطها ار2 كانت حلوة بصراحة، ولكن ما كانش فيه توفيق فالكرة طلعت بره. ولكن كان بيبين قد إيه إن الزمالك نازل بطريقة جديدة وهيلعب بطريقة جديدة. ولكن هم 10 دقايق بالظبط لقينا الزمالك نفسه بيدي الكرة للنادي الاهلي وبيرجع وبيلعب بالطريقه بتاعت يانيك فيريرا من اول الموسم، وهي انا هسيب الكرة وهسيب الاستحواذ وهسيب لك كل حاجه وانا هلعب على المرتده يا معلم ونشوف ايه اللي هيحصل. وبالفعل يعني هو زي ما تقول ايه، كان نازل اول 10 دقايق بيخد الاهلي، بيقول لهم انا جامد، انا عندي حاجات كتير، عندي افكار كتير، مش هسيب لك الكرة بسهوله، والموضوع مش زي ما انت فاكر. فبالتالي بصراحه كانت حركه حلوه قوي من فيريرا وبدايه كويسه جدا جدا جدا. بعد كده الزمالك بصراحه نجح جدا في ان هو يسيب الكرة للنادي الاهلي وساب له الاستحواذ وساب له السيطره على الكرة، وهو ابتدى يلعب على المرتده اللي هو متعود عليها واللي عنده بصراحه بسم الله ما شاء الله سكواد 10 على 10 ومتعلم الطريقه دي وبيلعبها بشكل اكتر من رائع، سواء عبد الله السعيد سواء ناصر ماهر سواء بنتايج اللي يعني ممتاز جدا في التنقلات السريعه وانه بياخد مساحات كبيره جدا وبسرعته. فبصراحه 10 على 10. وقدر طبعا عن طريق عدي ان هو ياخد طبعا ضربة الجزاء في يعني تدخل كده بالرجل. طبعا شفناه الكورة طبعا خبط في رجله وقدر ان هو ياخد ضربة جزاء. بصراحة في الاول كنت شايفها مش ضربة جزاء، ولكن طالما طبعا الحكم شافها ضربة جزاء والفار اكد عليها فاكيد يعني يبقى ضربة جزاء صحيحة 100% لنادي الزمالك. وبصراحة نادي الزمالك كان يستحقها. طبعا دخل عبد الله السعيد في المرة الاولى شاطها وقدر طبعا الشناوي انه يصدها، ولكن الحكم لما رجع لقى طبعا ان في تقريبا لاعبين او 3 من الاهلي كمان دخلوا ال 18 من قبل ما عبد الله السعيد يشوط، عشان كده عاد ضربة الجزاء. عشان لو انت بتسأل ليه عادت ضربة الجزاء، هو ده السبب، ان في لعيبه من النادي الاهلي دخلوا ال 18 قبل ما عبد الله السعيد يشوط، وده ممنوع طبعا، لازم اللعيبه تخش بعد ما الكوره تتشاط اوريدي. فطبعا الحكم عادها. وهنا عجبني عبد الله السعيد بصراحه جدا جدا جدا، لاعب بالخبره دي بالحجم ده ممكن يطمع في الكوره يقول لك لا يا عم انا اللي اعيد وانا اللي شوط تاني وبتاع وانا يعني وانا صغير وبتاع، ولكن هنا هو حس ان هو مش في المود ومش موفق، سابها لحسام عبد المجيد اللي دخل حطها يعني 10 على 10 عشان يتقدم نادي الزمالك ونرجع تاني لنفس الريتم. ودي يمكن حاجه ايه انا بعتب عليها، يمكن انا كنت اتكلمت عنها قبل كده في ماتش ارسنال ومانشستر سيتي لما قلت لك ان كانت احلى حاجه جوارديولا عملها في الشوط الاولاني في ماتش التعادل الاخير، ان هو بعد ما جاب الجون ما سابش الاستحواذ لارسنال، ما اداهمش الكوره مع انه سايب لهم الكوره طول الماتش، ولكن اول 10 دقائق بعد ما جاب الجون فضل هو اللي ضاغط، هو اللي مستحوذ، هو اللي بينقل الكوره عشان يخف طبعا ضغط الخصم ساعتها اللي هو ارسنال. لو في حالتنا اللي احنا بنتكلم فيها طبعا كان المفروض على فيريرا انه يعمل كده، يحاول ان هو يمسك كوره، يحاول ان هو ينقل الكوره بشكل حتى لو لمده 4 5 دقائق يهبط لعيبه الاهلي ويهديهم، ولكن ده ما حصلش. وبالتالي لعيبه الاهلي هي اللي استحوذت على الكوره، ابتدت ان هي تهاجم تضغط لعيبه الزمالك طبعا في ال 18 بتاعهم، ولكن هو كان متفق على كده والزمالك بيلعبها بشكل كويس قوي وبشكل بصراحه محترم جدا وبيقفوا منظمين جدا. ويعني بصراحه ده يعني يشار بيه فيريرا، يعني هم بسم الله ما شاء الله يعني الزمالك محظوظين جدا مع كل المدربين اللي اسمهم فيريرا، لان بجد باين جدا الفرق
وباين جدا الطريقه الحلوه قوي في نادي الزمالك، واللعيبه فايقه واللعيبه بتتدرب في فكر في الملعب، في اسلوب لعب. فبقول لك بقى لعيبه الزمالك في خط الدفاع بيقفوا متمركزين بشكل مظبوط جدا، فبالتالي ما قدرش لعيبه الاهلي ان هم يضغطوا عليهم بالشكل المظبوط، وان هم يستغلوا نقط الضعف اللي كانت موجوده، وهنقولها كمان شويه ايه هي نقط الضعف. ولكن ابتدوا ان هم يلعبوا على الاطراف، دايما الكره تتلعب على الطرف. وطبعا يعني كان باين جدا الفرق الكبير ما بين الناحيه اليمين والناحيه الشمال. الناحيه اللي فيها طاهر محمد طاهر مع الميله بتاعت محمد شريف دي كانت فايقه اكتر، وايه يعني عندها حراره اكتر في الملعب. انما الناحيه الثانيه بتاعت بن شرقي وتريزيجيه كانت يعني سيئه جدا بصراحه. وارجع تاني لتريزيجيه عشان الناس اللي بتتضايق مني وبتقول لي انت ليه بتهاجمه، انت ليه جاي عليه، انت ليه مش عاجبك تريزيجيه. طيب يا جماعه، سؤال النهارده في الحلقه، وهستنى رايك تحت في الكومنتات. انت ايه رايك في اداء تريزيجيه؟ سيبك بقى من ان هو جاب الجول الفوز، وسيبك من الاحتفال وقلعه التيشيرت والقصه دي كلها. انت ايه رايك في اداء تريزيجيه النهارده؟ كام كوره تريزيجيه خدها وحاول ان هو يروح بيها على الجون كالعاده، والفتره الاخيره بتاعته ان هو اللي يشوط وان هو اللي يجيب الجون، وكان عنده اوبشن كتير لبساط احسن بكتير، وان هو يودي زمايله ان هم اللي يجيبوا الجون، وما عملش كده. كام مره وانا بكلمك دلوقتي فاكر 3 4 مرات في دماغي يعني. فبصراحه لا، يعني مش عشان جاب الجون احنا خلاص هننسى اللي هو عمله، لا، هو طول الماتش سيء. ويمكن بالنسبه لي انا ومع احترامي لاي حد، هو اسوأ لاعب في الماتش النهارده في النادي الاهلي هو تريزيجيه، لانه ضيع كتير وكان عنده فرص كتير وكان عنده طرق كتير للعب احسن من اللي هو عمله. فده رايي، انت قول لي رايك تحت في الكومنتات. نرجع تاني للماتش، فبقول لك الجبهه بتاعت طاهر محمد طاهر ومحمد شريف دي كانت افضل. دايما اللعب على الاطراف والعرضيات، والاهلي عملها اكتر من مره، ولكن لعيبه الزمالك زي ما بقول لك كانوا واقفين مظبوط جدا. فبالتالي الاهلي ما قدرش ان هو يستفاد، وخلص الشوط الاولاني والنتيجه 1-0 للزمالك وتقدم لنادي الزمالك. تعالوا بقى نروح للشوط الثاني اللي فيه الاثاره الاكتر، ويعني ايه البروباجندا الاكبر بصراحه. لان الشوط الثاني بدا بنفس الفكر، احنا زي ما احنا الاهلي هيضغط، وابتدى يضغط اكتر كمان على لعيبه نادي الزمالك. لعيبه الزمالك احنا زي ما احنا يا معلم متمركزين، هنصد كل الهجمات، هنقفل الاطراف اللي هم بيلعبوا عليها دي، وهنحاول ان احنا دايما نضغط بقوه عشان ما يبقاش العرضيات معموله بشكل مظبوط. ونجحوا في ده جدا جدا جدا، لحد ما جاء عماد النحاس وقرر انه ينزل اللاعب الخبره. وخلينا بقى نحط تحت الخبره دي 100 خط، لان النهارده حسين الشحات نزل بخبرته بدماغه. ما نزلش حسين الشحات اللاعب، نزل حسين الشحات الخبره بصراحه. خليني اقولها لك كده، لان حسين الشحات النهارده ما نزلش اللاعب بتاع الاهلي الخطر الكلام ده، لا، لانه اصلا الفتره الاخيره كلها لحسين الشحات، مع احترامي طبعا الكامل ليه، انا بحبه جدا وعارف ان هو لعيب مميز جدا، ولكن هو الفتره الاخيره مش احسن حاجه يعني. ولكن النهارده هو نزل بالخبره، نزل بالدماغ. واكبر دليل على كده ايه؟ اول لمسه ليه يا جماعه، هو قاعد بره على الدكه مشاهد جيد للماتش، ارى كل الخطط اللي بيلعب بيها نادي الزمالك. وعشان كده اول ما نزل كان عنده الحل في اول كوره على طول، واللي هو ايه؟ الاهلي كان عمال يعمل ايه؟ يلعب على الطرف يعمل عرضيات، يلعب على الطرف يعمل عرضيات. وكان بصراحه مميزين فيها، سواء طاهر سواء بن شرقي حاول اكتر من مره، تريزيجيه يعني على مراحل حاول برضو. ولكن الرؤيه والخبره، نزل حسين الشحات اول كوره ليه من العمق، من ما بين خطوط الدفاع بتاعت نادي الزمالك، ضرب بيها الكرة لشريف اللي اتعامل معاها بمعلمة. ومحمد شريف يعني الماتش ده يا جماعة لازم نرفع له القبعة النهاردة بصراحة. يا جماعة الاهلي والزمالك لازم نرفع لهم القبعة، لانهم عملوا ماتش كبير جدا. ولكن نرجع تاني بقول لك لشريف اللي قطم قطمة ولا اجمل، خطف بيها الكورة ريحها تاني لحسين الشحات، اللي طبعا حطها على طول في المرمى عشان النادي الاهلي يتعادل وتبقى النتيجة 1-1. وهنا كان العتاب على فيريرا، انت خلاص النتيجة بقت 1-1 والدنيا مش بخير معاك، والاهلي ضاغط اكتر، وباين جدا ان هو قدر يعني يخترق المنظومة بتاعتك، وابتدى ان هو خلاص اتعادل، وابتدى باين قوي ان هو هيجيب الجول التاني. كان لازم انت تزود من الهجمات المرتدة بتاعتك، كان لازم ان انت تبتدي تخرج بالكورة. وهل انت قادر على ده؟ هجاوبك على السؤال ده بس كمان شوية، معلش سامحني، خليك معايا في الحتة بتاعة النادي الاهلي. طبعا قدر بعديها حسين الشحات انه يخش ال 18 بغلطة طبعا من خط دفاع الزمالك، قدر ان هو ياخد ضربة جزاء
دخل تريزيجيه حطها وقال علينا التيشيرت وبتاع وتمام يا عم ماشي شكرا، مع انه يعني حطها يعني عادي جدا في نص الجون، بس ايه اهو جون وكسبنا بيه فشكرا يا عم تريزيجيه. ولكن هرجع اقولها لك تاني يا تريزيجيه، اقعد مع نفسك وراجع نفسك عشان انت عندك مشكلة كبيرة. نروح بقى للزمالك وفيريرا. النهارده الغلط الكبير اللي كان بعد الجون الاولاني للنادي الاهلي وهدف التعادل، زي ما بقول لك انه كان المفروض ان هو يبتدي يخرج. طب هو قادر يخرج ولا لا؟ زي ما قلت لك بقى ده حال دلوقتي وقتها. هو كان قادر يخرج طبعا بلا ادنى شك، وده بان جدا لانه بعد ما الجون التاني جه عمل تبديلات 10/10. ابتدى ان هو اللي يضغط على النادي الاهلي، ابتدى ان هو اللي يستحوذ على الكوره، ابتدى ان هو اللي يعمل المرتدات والعرضيات، وابتدى يضغط على النادي الاهلي. ابتدى النادي الاهلي يرجع، ابتدى يخرج المهاجمين بتوعه، وابتدى يعمل بديفنترات طبعا، ونزل ديانج، وابتدى نزل بعد كده احمد رضا، وبعد كده شفنا طبعا كل التبديلات الدفاعيه، عمر كمال، وخرج كل المهاجمين تريزيجيه بقى وبن شرقي وكل الناس. فبالتالي انت قادر تعمل ده. وهنا لازم جمهور الزمالك ولاعيبه الزمالك يفرحوا بفرقتهم ويفرحوا بالمدرب بتاعهم بصراحه، لان فعلا انت عندك فرقه كويسه وعندك اوبشنز كتيره وعندك حلول كتيره، ومعاك مدرب عارف قد ايه مستوى اللعيبه اللي معاه، وعارف امتى يخرج ايه من ايه بصراحه. فدي 10/10 النهارده. الراجل لما حس ان هو خلاص كل حاجه راحت منه، هو اتاخر سنه، يعني كان المفروض بعد جون التعادل يبتدي يعمل كده، ولكن للاسف جون المكسب بتاع الاهلي جاء بسرعه، فالراجل يعني ردة فعله اتاخرت شويه. ولكن الراجل قدر ان هو يعمل تحولات قويه جدا. شفنا الكوره الاخيره اللي جت في العارضه طبعا، يعني بصراحه الراجل عنده رؤيه حلوه جدا. فعلى جمهور نادي الزمالك وعلى اداره نادي الزمالك وعلى لاعبين نادي الزمالك ان الخساره دي ما تاثرش فيهم. هتقول لي يا عم ده انت اهلاوي يعني المفروض عايزهم يخسروا وبتاع. هقول لك انا اهلاوي جدا وبحب النادي الاهلي جدا جدا وفرحان جدا جدا بالمكسب النهارده من كل الاتجاهات، ولكن برضو انا يعني الزمالك ده منافسي اللي محسسني بطعم الكوره، اللي محسسني بحلاوه الكوره في مصر، فما ينفعش ان هو يقع. ولما اشوف حاجه حلوه لازم اناشد بيها. النهارده انت عندك فرقه حلوه، عندك مدرب حلو، عندك مجموعه كويسه، وابتدت ان هي يعني زي ايه تولف على بعض، وكل واحد عارف هو هيعمل ايه ومركزه فين والادوار بتاعته. فمش عشان الخساره قدام طبعا النادي الاهلي نلاقي بقى الزمالك راح لاحم لي في خسارتين 3 الماتشين اللي جايين وتبقى كارثه بقى على نادي الزمالك ويروح الدوري من بدري. لا يا عم، انت خلاص خسرت النادي الاهلي، نتوي الصفحه دي شكرا. انت لسه معاك فرق نقطتين ولسه مش عارف الاهلي هيعمل ايه في الماتش المؤجل، ما يمكن يتعادل يمكن يخسر، فانت لسه لحد دلوقتي المتصدر. فالعب على ده واشتغل على ده وكأن مفيش اي حاجة حصلت، انت المتصدر، كمل على نفس المستوى، لان بجد معاك مدرب محترم جدا، معاك فرقة محترمة جدا. ولكن لو جينا بقى جاوبنا على السؤال بتاع اول الحلقة ليه الزمالك خسر النهاردة، هقول لك بصراحة مفيش توفيق، لان الزمالك كان كويس جدا، قدر ان هو يعمل ماتش كبير قدام النادي الاهلي، وقدر ان هو يحرج النادي الاهلي في وقت كتير من الماتش، وعرف كمان بخليني اقول لك بمنتهى الصراحه انه يمشي الماتش على مزاجه. يعني النهارده اللي مشى الماتش على مزاجه هو الزمالك مش الاهلي، ولكن اللاج اللي حصل في العشر دقايق اللي جا فيهم الجونين هو ده، يعني غلطه واحده صغيره خسرت كتير الفرقه. ولكن مش مشكله، اديك بتتعلم من اخطائك يا فريرة، ولسه انت في الدوري المصري جديد ولسه اول قمه ليك. اعتقد ان انت هتبقى مدرب كويس جدا في الدوري المصري، واعتقد ان انت هتبقى ناجح جدا مع نادي الزمالك. فاتمنى زي ما قلت ان الماتش ده ما ياثرش على نادي الزمالك بشكل كبير، وان هم يفوقوا بسرعه ويرجعوا للملعب بسرعه. الزمالك معاه فرقه حلوه، والف مبروك للنادي الاهلي وجمهوره وكل حبايبنا الاهلاويه، وهارد لك للزملكاويه برضو حبايبنا. يا رب تكون الحلقه عجبتكم، ما تنسوش تدعمونا بالشير واللايك وسبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس يوصلكم كل جديد. بشكركم جدا وسلام.